غسلت سجادتين 2 في 3 ومشاية 4 متر في أقل من ساعة وبأقل مجهود. لو أول مرة تغسلي سجاد، في الفيديو ده هقولك على التريكات اللي اتعلمتها بعد سنين اللي تخلي السجاد ينضف بسرعة وبأقل مجهود. كمان حليت عقدة شطف السجاد، وفي نهاية الفيديو هقولك على نصيحة كنت أتمنى حد يقولها لي من زمان. أول خطوة هي أهم خطوة، إنك تغرقي السجادة بتاعتك أو المشاية بمية سخنة جدا. شايفين البخار اللي طالع؟ وبعدين هتملي ميه سخنه تاني ومعاه شويه بريكس اللي هو بتاع البقعه. ريحته جميله وبينضف السجاد جدا وكمان سهل في الشطف. الحركه دي بقى هتدعيلي عليها. هتربطي في مكنسه غسيل السجاد كيسه. الحركه دي هتسهل حركه الفرشه جدا في السجاده، هتجري معاكي رهوان. نيجي بقى للحركة اللي فكت لي عقدة شطف السجاد، وحد يمسك الدش وحد ينزل المية والمساحة ومهرجان. كل ده الحمد لله ارتحت منه. هتجيبي المساحة وتلفي السجادة عليها، بس خلي بالك أنا تانية السجادة عشان تكون طول المساحة، وهتوقفيها كده وتحطي جواها الدش زي ما انتي شايفة كده، وعلى ما تتشطف تروحي ماسكة حاجة تانية تبدأي تغسليها. وفي الاخر بروح بس ماسكاها من بره كده مدياها شطفه علشان اتاكد بنفسي انها خلاص اتشطفت وما بقتش تنزل تاني. عايزه اقول لكم ان انا بخلص وهدومي ما فيهاش نقطه ميه. انا بجد يعني ممتنه جدا اللي عرفت منه الحركه دي. هنا بقى جبت المشايه وزي ما انتم شايفين انا تانياها علشان المساحه، لان هي زي ما بقول لكم 4 متر، فانا تانياها على 2 بحيث اني اعرف اتحكم فيها واعرف اغسلها تمام. من الحاجات اللي باحب أهتم بيها أوي في غسيل السجادة هي الطرف بتاعها اللي بيكون فيه الخيط ده، الخيط التخين. لما باشوفه بعد ما السجادة تتغسل أبيض كده وناصع البياض بافرح بيه أوي. والمقطع ده أنا مش مجرية فيه السرعة عشان تشوفي قد إيه المكنسة سهلة في مشيتها على السجادة نفسها، ما بتاخدش مني أي مجهود ولا بتروح وتيجي معايا بصعوبة، بالعكس بسهولة جدا وسلسة جدا. وبعدين تنيت السجادة على الوش التاني وغسلتها بنفس الطريقة. وهنا بقى سِبتها تتصفّى من الصابون كويس جدًا، أنا مش حاطة عليها الدُش، سِبتها تتصفّى كويس جدًا من الصابون وبعدين بدأت أشطفها. سِبتها تتشطف بالدُش الأول، وبعد كده بإيديّا زيادة تأكيد بس بدأت أدخّل الدُش كده عشان المشّاية دي طويلة فتنياتها كتير، فبدأت أدخّل الدُش فيها كده من الفتحات، ما خدش منّي برضه دقايق، ومن غير نقطة مَيّة ما تيجي عليَّ ولا أتبل ولا أتبهدل ولا أي حاجة خالص. شطفتها وبرضه شطفتها من برّه وبس. سِبتها تتصفّى كويس، تنزّل كل المَيّة اللي فيها، وبعدين باخدها بقى عشان أنشّرها في البلكونة. عايزة أقول لكم إنها لمّا بتنزّل مَيّتها بتبقى خُف الريشة، يعني سيبيها تنزّل مَيّتها براحتها خالص، وبعدين خديها نشّريها. دخلت بقى على البلكونة لقيت المنظر الجميل ده. امبارح كانت العاصفة قوية جدًا، جدًا، ف البلكونة والمنشر الداخلي وكلّه كان مردوم تراب أصفر كمان، مش تراب عادي، تراب اللي هو أصفر بتاع الصحرا ده. فبدأت أنضّف الأول السور والحبال والحاجات دي عشان أحُط عليها السجاد. اللون الأحمر ده مانيكير من البنات، فإن شاء الله هالاقي له حل. شايفين بقى ضهر السجاد رجع جديد، يعني أبيض ناصع البياض كده زي ما باقول لكم بأقل مجهود، وكمان ما خدش معايا وقت خالص، يعني أقل من ساعة كنت مخلّصة غسيل وشطف ونشّرت وكل حاجة. واسمحي لي أنصحِك نصيحة من أخت لأخت، بعد غسل السجاد ما تجريش على طول على المطبخ تشوفي الغدا، ولا تشوفي الغسيل، ولا حتى تشوفي مذاكرة الولاد. خدي نفسِك واشكري نفسِك على الأقل بكوباية قهوة، خدي فاصل وارتاحي، واشكري نفسِك حقيقي لإنِك بطلة، وتستحقي الشكر على تعبِك وحبِك لبيتِك واهتمامِك بيه، وما تستنيش الشكر من حد، انتِ أولى الناس بنفسِك. أتمنى أكون فدتِك ولو بمعلومة، ولو في حد هيستفيد من الفيديو ياريت تبعتيه له. باي باي.